والله كان طعمه جميل زي الجاهز بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ مساء الخير عليكم في كل مكان. النهاردة هنعمل غدا، بس غدا ايه بقى؟ نواشف يعني، سندوتشات كده. عندنا كيلو الا ربع لحمة مفرومة، فهنقسمه نصين. نص هنعمل منه كفتة بانيه واحنا عملناها قبل كده، والنص التاني هنعملها برجر. فهوريكم طريقتنا في البرجر. جميلة جدا وحلوة ومظبوطة وهتعجبكم ان شاء الله. الاول اهو اللحمة المفرومة جت اهي، حطينا فيها بهارات. البهارات اللي انا حطها ده بقى معلقة كاتشب بحطها بحب احط مع البرجر معلقة كاتشب. عاوزة تحطيها هتحطيها، ما تحطهاش مش اي مشكلة، مفيش اي مشكلة. المهم حطينا ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر ومعلقه صغنونه بهارات اللحمه اللي هي ايه يعني، معلق من بتاع البهارات الصغيره، التوابل الصغيره خالص دي يعني. لان احنا ما بنحطش في البرجر الا يعني عشان نحس بطعم اللحمه كده في البرجر، ما بنحطش فيها الا ملح وفلفل ومعلقه، كله معلقه صغيره، وتوم باودر وبصل باودر، بس كده. ومعلقه بهارات، 7 بهارات، او بهارات اللحمه. اي بهارات عندك، انا البهارات اللي عندي بحطها عشان انا بحب اجيبها حصى واطحنها في المطحنه وتبقى عندي بعمل منها. تعالوا بقى نعمل بقى البرجر. نعمله ازاي بقى؟ جبت غطيان برطمان، انا ما عنديش طبعا مكبس البرجر، فجبت غطا برطمانه كده حلو كده، متوسط كده، مش صغير ولا كبير قوي يعني. وجبت بقى الهراسة، الاختراع بتاعي بقى الهراسة بدل المكبس، عشان تطلعي البرجر سليم وايه ومساوي من كل الحروف. تجيبي بقى إيه، جبت كيس طبعا، وقطعت كيس تلاجة وقسمته كده، وحطيت اللحمة كورتها كده، وحطيتها في البرطمان، في غطا البرطمان كده، وحطيت عليها يعني حطيت عليها الكيس يعني من تحت ومن فوق. وجبت بقى الايه الهراسة دي الجميلة دي، وعملت بيها احلى برجر، وطلع مظبوط وحلو وايه، ومقاسه يعني مظبوط كده وحلو، لا صغير ولا كبير، ومساوي وحلو اهو، نفس الشكل الجميل ده اهو. شفتوا بقى؟ والله اختراعه جميل، حلو قوي كده. تمام اهو. انا كورته الاول وسبته شويه كده يريح يعني اللحمه دي تريح شويه كده، لان يعني هي عشان تبقى حلوه يعني تمسك نفسها كده. وطبعا اللحمه فيها دهون كتير يعني، حوالي 20-25% تقريبا يعني، كان انا فارمها فيها دهون يعني حلو اهو. شايفين البرجر شكله ايه؟ تسويها انت بقى بايدك بقى بالهراسه، بحرف الهراسه كده، تسويها كده لحد ما تطلع مسويه وحلوه، ما تطلعش ايه مشقاقه من الجنوب ولا حاجه. وفي كيس زي ما هي كده. خلصنا الكميه اهو. نعمل كمان واحده قدامكم اهي. ايوه، حطينا اهي كرة اللحمه، كورناها الاول عشان ايه، متساويه يعني، كور متساويه اه. بططي بقى بايدك بجوانتي بقى تلبسيه. بس هي الهراسه دي فعلا طلعت للي ما عندوش مكبس برجر، انا ما عنديش، فايه عملته كده. ممكن اعمله بايدي، ممكن اعمله بغطا البرطمانه بس وعادي كده، ممكن من غير اي حاجه خالص. بس هو الهراسه دي طلعت حلوه، بتظبطه فعلا فعلا، بتظبطه زي المكبس بالظبط. المكبس بيعمل له منظر كده بس تشكيله كده، بس هي ايه طلعت حلو كده. عملناه اهو. هما طلعوا 6 وحدات اصلا، بس الواحده كبيره يعني حلوه كده. بقى احطه في التلاجة يشمع شويه لحد ما نكمل بقيه وصفاتنا. ده كده طريقه البرجر. لحمه مفرومه ايا كان بقى الكميه. وهنعمل خيار مخلل اللي هو السريع، هنغلي ميه، وبعدين نحدقه بقى، نخلله في ايه، ملح وميه وتوم وخل وشطه. ولو عندي قرن فلفل، عندي قرن فلفل بس مش حراق، قطعته معاه. وساعتين وهيبقى مخلل، بس هو يعني ايه لونه اخضر بس مخللش قوي، ورق اللورة كده ولا حاجه. ادي الميه، تملحيها بقى زي ما انت يعني، تبع ما انت عاوزه كده، يعني ما تملحهاش قوي عشان هو كده كده هتاكل بسرعه يعني، بيتعمل في السندوتشات والحاجات دي. فانا قلت برضو هو البرجر بيبقى حلو بالخيار المخلل. المهم القرن بس هيبقى كبير على البرطمانه، فايه قسمته. وجبت الخيار قطعته بالشكل ده، بقطعه مشرشره كده، او اي قطعه او بالسكينه عادي يعني. المهم البرجر، عجينه البرجر لحمه مفرومه، فيها دهون، كميه دهون، وفيها ملح وفلفل اسمر و7 بهارات او بهارات اللحمه، كل ده معالق صغيره، وتوم باودر وبصل باودر معالق برضو صغيره يعني. توم باودر وبصل باودر ممكن تحطي في بصلايه مفرومه عادي، بس انا بقى ايه، عاوزه يعني احس برجر كده زي بتاع المحلات كده، زي بتاع المطاعم كده، فما حطيتش فيه غير كده بس.
معلقه ملح صغيره، معلقه تملحيه طبعا زي ما انت، معلقه فلفل صغيره، معلقه 7 بهارات او بهارات كفته او اللحمه، او بهارات البرجر، ما هي بهارات البرجر هي بهارات اللحم، بس كده. ممكن تحطي معلقه جوز الطيب صغيره كده، انا حطاها يعني عليه، حلوه، ومعلقه كاتشب عشان انا بحب طعم الكاتشب في البرجر، وكان جميل جدا. كده خلصنا المخلل اهوت، هنسيبه بقى على جنب لحد ما يبقى ايه، هي كده الميه سخنه اهي، يعني يعني دافيه مش سخنه يعني. هنبدا بقى نعمل عجينه ايه، عيش البرجر. جبت نص كيلو دقيق، جبت كوبايه لبن، جبت معلقتين زيت وبس، او ميه يعني ميه دافيه على لبن. انا بس عندي اللبن، فحطيت نص كوبايه لبن في معلقه دقيق كده، معلقتين دقيق كده، وعجنتهم زي عجينه الملبن كده. وحطيت معلقه خميره حلوه كبيره كده في نص كيلو دقيق، ومعلقه بودر، نقلبهم على بعض. وبعدين هنعجن بقى ايه، هنعجن العجينه. هدي اللبن اهو، لو ما فيش لبن يبقى بميه عادي يعني، بس اللبن طبعا بيطعم الحاجه ويخليها حلوه. اهو دي العجينه بقى اللي هي ايه، حلوه كده زي محسن كده او حاجه، بس هي جت خفيفه برضه. هنعجن بقى العجينه خالص ونوريها لكم اهي، خمرت اهي. جو حر طبعا، فارت او كورناها كده، بس هي الكور دي ممكن تصغريها ممكن تكبريها براحتك يعني اهي. نسيبها تخمر بقى كده بقى ايه. بعد ما خمرت شويه كده، دهنتها بعسل اسمر على ميه. عندك مثلا ايه، صفار بيضه على لبن حلو. انا عسل اسمر على ميه ودهنت زي الافران ما بتعمل كده. هنعمل الصوص بقى. حطيت برضو العجينه بقى لما ترتفع، واحطها في الفرن. ده البرجر. شوفوا بقى الشكل الجميل طالع ازاي. اللي هي ايه الصوص بقى، وده كفتة البانيه اهي، بس هي من على بعد مش باينه قوي. ده البرجر، وده العيش البرجر اهو زي الاسفنجة، هو لسه سخن برضو اهو، جميل جدا وهش وحلو. هنعمل بقى السندوتشات، وتبقى احلى غدوة وجميلة، وتنفع للمصيف للرحلات لاي حاجة. المصيف حلو اوي الحاجات دي اهو. سندوتشاتنا بقى ايه كده على قدنا. انتوا بقى ايه، اعملوا سندوتشات بقى انتوا بمعرفتكم، احنا هناكل دي وانتوا بقى تزوقوا تزينوا السندوتشات وتحطوا فيها بقى الصوص والحاجات. الصوص بقى عملته ايه، كاتشب على مستردة على مايونيز، بس كده. ده اهو الصوص ده اهو، كاتشب على مستردة على مايونيز. كانت غدوة ظريفة جدا في الحر اللي احنا فيه ده، وجميلة اوي وحلوة اوي. طريقة البرجر دي حلوة اوي، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. ولو وصلتوا معانا لاخر الفيديو، حطوا لنا لايك واشتراك للقناة لو سمحتوا بعد اذنكم. وشكرا لكل اللي تابع الفيديو، وبألف هنا وشفا لكل اللي يجرب